السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا النهارده بقى عندي حبه ليمون. هي كميه كبيره بصراحه، عندي بتاع 10 كيلو. فانا ايه، هو الليمون غمق شويه، بس انا مفيش حاجه برميها، لازم انا اعمله يطلع احلى ليمون مخلل. حبايبي انا مسكت الليمون زي ما انتم شايفين كده، شقيته اهو، كل الكميه عملتها. والفلفل اللي انتوا شايفينه ده عشان هحطه برده في البطرمانات مع الليمون، ان شاء الله يدينا نكهه كويسه، يدينا طعم حلو كده مع الليمون المخلل. بعد ما شقت الليمون كده كل الكميه اللي عندي، هاخدها واحطها على النار واسلقها. واوريكم وانا بسلقها، وهنمشي مع بعض واحده واحده ان شاء الله نطلع احلى ليمون. ومعايا هنا اهو ده فلفل احمر على فلفل اخضر، انا دقاهم، دقا معاهم فص توم، ومعايا نص فص توم برده عشان هحطه ايه في البطرمان بتاع المخلل. وهروح دلوقتي عشان احط الليمون على النار واسلقه. وديت خل، عشان هعوز برضه احط الخل دوت في قلب البطرمات مع التخليل. وهحتاج ملح، وان شاء الله باذن الله نخلل الليمون ونشوفه مع بعض. اهو الليمون على النار ياخد غلوه اهو، عشان خاطر ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نغليه غلوه كده حلوه، بص يعني ايه، عمل ايه فور كده قدامك زي ما انت شايفه كده اهو. بعد كده ندفع عليه عشان خاطر ايه، نغير له الميه. ودلوقتي انا حطيت الليمون اهوت في الحله على النار. هي عندي كميه كبيره زي ما قلت لكم، بس انا ان شاء الله هعمل معاكم كميه صغيره منهم، لان الكميه الكبيره دي تاخد وقت معايا. اهو انا حطيته، هياخد سلقه كده اهو. اهو اهو اهو. بعد ما اخد السلقه دي انا هغير الميه بتاعته ونحطه مع بعض في البطرمانات ان شاء الله باذن الله، وتبقى الطريقه سهله قوي قوي وانتوا بتعملوها. ودلوقتي انا سلقت الليمون اهو وعبيه معاكم كده في البطرمان اهو. هو ده كده بقى الليمون اتسلق، وانا شطفته ورحت عامله ايه، ورحت دلقه ميته وهحطه اهو في البطرمان كده بعد ما غيرت الميه بتاعته. هو برده كده ايه يعني، شطفته مره واتنين اهو. وهحط معاه قرنين فلفل اهو اهو، وحبه ليمون كمان اهو. وادي قرنين فلفل تاني، وهحط حبه من اللي انا عاملاه ده اهو، اللي هو الشطه والدقه اللي انا عاملاها دي اهو. فلفل احمر على فلفل اخضر على فص ثوم اهو. ليمونتين تلاته كده من فوق. وانا زي ما عودتكم ان انا عامله ايه، محلول ملح اهو، محلول الملح اهو، احطه اهو لغايه فوق. دلوقتي انا حطيت اهو محلول الملح على في البطرمان، وهحط اضيف شويه خل اهو. وانا مظبطه الملح في الميه، في محلول الميه الدافيه اللي هو المغلي، الميه مغليه اهي يعني، مظبطه الميه مظبطه الملح. ودلوقتي انا حطيت الليمون، وحطيت كام قرن فلفل، واللي هي الفلفل اللي انا دقاه الاحمر واللي هو والاخضر مع بعض. وهو كده انا ايه، ضفت الحمد لله الاضافات اللي انا عملتها كلها. وكده هنقفل على الليمون بتاعنا، وهعمل بقيه الكميه برده معاكم. حبايبي هحط باقي الكميه معاكم عشان البطرمان اللي عندي خلص اهو اهو. باقي اللي عندي دول اهو، دول بقيه الكميه اهو. هحط برده كام قرن فلفل معاهم اهو. وهضيف الفلفل والمحلول بتاعي اللي هو الميه الملح اهو. الميه دافيه يعني، كانت غلت وسبتها لما بردت شويه اهو. ودي نص كوبايه خل اهو كده. ودي بقى الكميه بتاعتي
وهقفل عليها. وبكده يكون انا ان شاء الله خلصت معاكم وتخليل الليمون. الكميه اللي كانت عندي كانت كتير، والحمد لله سلقتها نص سلقه اهو زي ما انتم شايفين. حطيتها على النار نص سلقه وغيرت لها الميه بتاعت الليمون عشان بتبقى مرره شويه، مره واتنين. وعملت محلول الملح اللي هو شفشق الميه المغليه، وحط عليه ملح واسيبه يبرد شويه. وبعد كده اضيفه مع نص كوبايه خل وكم قرن فلفل وشويه فلفل مفرومين احمر على اخضر، وضفت كل الاضافات بتاعتي. والسلام عليكم. ودلوقتي ان شاء الله باذن الله بقى بالكميه اللي انا عملتها دي اهي الطبق ده، واهو البطرمان اهو 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 يا حبايبي. ده اهو حتى فيه رق فلفل ورق ليمون، اهو. وحطيت عليه المحلول بتاعه والكميه اهي. ان شاء الله بالف انا والف شفا على قلبكم. اهو يا حبايب قلبي البطرمان المخلل بعد ما حطيت فيه المخلل، بسم الله ما شاء الله اهو. اهو الليمون، رق فلفل ورق ليمون وفلفل مدقوق اخضر على احمر وفص ثوم وحبه خل، وناكل احلى مخلل من ايدينا اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزاكي بقى تدعميني بلايك وشير حلو كده منك، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من على قناتي، قناه وفري ودبري وفي بيتك عمري مع ام يوسف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.